هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت بالملح او البسكوت الحادق. هو يعني طريقته ومكوناته مفيش ابسط من كده، وطعمه بقى في منتهى الجمال، خفيف ومقرمش وهش جدا. يلا بينا بقى نبدأ على طول. بس ما تنسوش يا حلوين لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تتابعونا وتشتركوا في القناة. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة. معايا كوبايتين دقيق، هحط عليهم معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة خميرة فورية، نص معلقة صغيرة ملح. ونقلب بقى المكونات الجافة دي كلها مع بعض كويس. ونحط بعد كده تلت كوباية زيت. انا نسيت اقلب المكونات الجافة مع بعض وحطيت الزيت على طول، فقلبت بقى كله مع بعض مع الزيت. تقدروا تستبدلوا الزيت بزبدة او تعملوا خليط بين زيت وزبدة زي ما انتوا عايزين. وبعد كده بقى هنكمل عجن بالمية. بنحط كده المية شوية بشوية لغاية ما العجينة تلم معانا. انا استخدمت حوالي تلت كوباية مية، يعني هتحتاجوا من ربع لتلت كوباية مية حسب ما العجينة تلم معاكم. هوريكم دلوقتي قوام العجينة. يعني اول ما العجينة كده تلم خلاص بقى مش بنقعد نعجن فيها كتير يعني. تمام كده، هو ده كده بيكون القوام بتاع العجينة. هحطها بقى في الطبق واسيبها واغطيها واسيبها بقى ترتاح نص ساعة مش اكتر من كده. كده بعد ما سبتها ارتاحت، هدهن بس الترابيزة كده دهنة زيت خفيفة عشان لما افرد العجينة ما تلزقش في الترابيزة او في الرخامة بتاعتنا. وبالنشابة بقى كده وهفرد العجينة بسمك رفيع خالص. دهنت برضو كده سطح العجينة بدهنة زيت خفيفة عشان ما تلزقش في النشابة. انا قسمت العجينة على 2. ده الجزء الاولاني بفرده كده بسمك صغير خالص، يعني بتبقى رقيقة خالص زي ما انتم شايفين كده السمك. شوفوا السمك عامل ازاي. كل ما نرقق كل ما يكون نتيجة البسكوت احلى. وخرمت بقى العجينة بالشوكة كده. ممكن نقطعها الاول وبعد كده نخرمها. الاخرام دي بتدي شكل وفي نفس الوقت بتخلي العجينة ما تنتفخش قوي معانا. ونقطعها بقى باي شكل احنا عايزينه، بالسكينة او بالقطاعة المربعة او قطاعة مدورة زي ما احنا عايزين. انا استخدمت القطاعة بتاعة البيتزا دي عشان تسهل عليا، وقطعت كده العجينة على شكل مربعات. والزيادات طبعا بلمها وبفردها تاني. وبعد كده بقى هرش رشة ملح خفيفة، يعني على كل بسكوتة كده ذرة ملح، ما تكتروش عشان ما يبقاش حادق معاكم. لو مش حابين تحطوا ملح خالص على الوش عادي جدا مفيش مشكلة. عايزين تعملوا حبة عليهم ملح حبة من غير برضو مفيش مشكلة، بس اهم حاجة ما تكتروش ملح، يعني ذرة ملح كده على كل بسكوتة. بعد كده نحطهم بقى في صينية مدهونة زيت. دي بقى الجزء التاني من العجينة. انا عملتها كده على شكل دواير بالكوباية كده، بس دهنتها دهنة زيت كده الطرف بتاع الكوباية عشان ما تلزقش في العجينة. وقطعت بقى كده العجينة على شكل دواير، وشلت بس العجينة الزيادة هفردها برضو تاني واقطعها. وبعد كده خرمت بقى بالشوكة وحطيت برضو رشة ملح خفيفة على كل بسكوتة. وبعد كده بقى هندخلها على فرن يكون سخن درجة حرارة 180. هو ما بياخدش وقت، انا بوريكم السمك بس بتاع البسكوتة قد ايه رفيع. واضخم من كده برضو شويه مفيش مشكله، بس كل ما يكون رفيع كل ما يكون احسن. هدخلها بقى على الرف اللي في النص درجه حراره 180. ما بياخدش وقت خالص، يعني حوالي 10 دقايق كده ويكون جاهز. اول ما ياخد لون كويس من تحت بنقفل ونفتح الشوايه ياخد لون من فوق وبس كده. ريحته بقى يعني هو مش فيهوش لا بيض ولا لبن ولا زبده ولا اي حاجه، بس ريحته كانت تحفه ومقرمش وخفيف وهش وطعمه تحفه. سهل ومكوناته بسيطة خالص. لو عندنا شوية دقيق في البيت هنعمله على طول. جربوه بقى وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. وإن شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. نتقابل على خير، مع السلامة.